اوعى تسوف، اوعى تسوف. التسويف ده لعنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو باين من اوله لاننا بنتكلم على موضوع خطير، موضوع دايما بيواجهنا وبيجيب لنا معاه هم وغم، واحيانا بيوصلنا للاكتئاب للدرجة دي. عشان كده الفيديو ده معمول مخصوص علشان اقدم لك فيه بعض التريكات وبعض الخطوات العملية اللي ممكن تساعدك تعرف تتعامل ازاي مع التسويف. في الاول طبعا لازم نعرف احنا بنتعامل مع ايه علشان نعرف نتعامل معاه ازاي. التسويف ده ان بالبلدي كده ان نفسك بتعشق الانتخة، واي اولويات ممكن تتأجل لحد ما نبقى قادرين، وقادرين دي ابقى قابلني لو جات. طب نعمل ايه عشان نبقى قادرين؟ بص يا صاحبي، لو طبقت الكلمتين اللي انا هقولهم لك دول فاعرف ان انت هتعرف تتعامل كويس قوي مع التسويف، وثق فيا علشان لما بطلع اقولك الكلمتين دول ببقى مجربهم. بس لو بدأنا، اولا بادر، ابدأ يا عمي، ابدأ يا اخويا، ابدأ يا ابويا، المهم تتحرك. ليه؟ لان دايما احنا بنقعد نفكر في الحاجة 700 ولا 600 مرة وفي الاخر النتيجة بتبقى التأجيل. طب وايه المانع لما نتحرك ونبدأ في الحاجة؟ لان مخنا دايركت بيفكر في الحاجة، بيفضل يقولك انها كبيرة وضخمة ومش هتخلص على طول وهتاخد طاقة، وبنقعد نقول لسه في وقت وممكن نعملها، وبنزنق نفسنا زنقة دايما بيتقال عليها زنقة فلا، ابدأ. فقوم وابدأ وما تكسلش، عشان بدايتك في الحاجة دي هيقلل كتير جدا من قدرها وهتلاقي نفسك انجزتها. فخليك مبادر وابدأ. 2. خد القرار مرة واحدة. ارجوك ما تفكرش في الحاجة 100 مرة. خليك دايما واخد بالك ان انت عقلك بيترجم الافعال من القرارات، فخلي بالك لما كل مرة هتيجي تعوز تعمل الحاجة تفكر ان انت تعملها ولا لأ. مثلا لو هتذاكر، اوعى كل مرة تقوم قايل لنفسك اقوم ولا لأ، طب اقوم ولا اعمل حاجة تانية. خليك واخد القرار مرة واحدة، لان 90% بتبقى الاجابة لأ، والعشرة الباقيين دول بيبقوا في اخر الوقت اللي انت دايما حاطه لنفسك لما تلاقي نفسك زي ما قلنا اتزنقت وبدأت الكلاب تجري في دماغك. 3. ودي حاجة انا بحبها جدا وعاوز اشارككم ايه هي. دي تطبيق اسمه تيك تيك. التطبيق دوت انا بستخدمه بقالي شهرين وبيحسسني دايما ان انا بقدم انجاز او بعمل حاجة، لان طريقة استخدامه هي ان تعودك على حاجات معينة صغيرة بتعملها في يومك، وفي الاخر بتلاقي مع الوقت ان انت عملت انجاز كبير، وبتلاقي ان انت كل يوم بتحصل ولو جزء بسيط. فالتطبيق ده تحفة وبجد لازم يبقى على تليفونك، وانا ممكن اعمل عنه فيديو منفصل ازاي بستخدمه بطريقة احترافية وبطلع منه اكبر نتيجة اقدر استفاد بيها. وهو تطبيق ممتع وهيحسسك ان انت عاوز تستخدمه دايما، لان فعلا بيقدم مميزات مش موجودة في اي تطبيق غيره. فجرب التطبيق ده، وانا هنزل لك ان شاء الله فيديو منفصل عنه، وهحط لك في الوصف تحت اللينك بتاع تحميل التطبيق. طيب كده قدمت لك 3 خطوات لو قدرت تطبقهم هتعرف تتعامل مع التسويف، والموضوع دوت هيخليك تقدر تكتسب عادات جديدة في يومك، وتقدر تعمل حاجات انت اصلا دايما بتأجلها زي المذاكرة، وزي ان انت تتعلم كورس معين، وزي ان انت تطور من نفسك. وده علشان المتابعة دايما بتخليك تحسن، لان اي شيء انت بتتابعه بيتحسن. ولا ننسى دائما الجانب الإيماني، لان انت ممكن تاخد بالاسباب وتطبق الخطوات العملية اللي انا قدمتها لك وما تتوفقش. فقبل الخطوات العملية خلي في دعاء. الدعاء ان انت دايما تدعي ان ربنا يعينك ويوفقك ويسددك للي انت بتتمناه. وبعد كده يا صاحبي خد بالاسباب وطبق الخطوات اللي انا استخدمتها، وان شاء الله هتبقى مبسوط بالنتيجة بتاعتها على حياتك. وبس كده،
يكون فيديو النهاردة انتهى، وهسيب لك زي ما قلت لك لينك التحميل بتاع التطبيق في الوصف. وأخيرا وليس آخرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.